بسبب فكرة لم تطبق كما كان ينبغي. أصبح ملعب مراكش الكبير واحداً من أكثر الملاعب إثارة للجدل في المغرب. سؤال واحد يطرح دائماً عند رؤيته: لماذا هذا التصميم الذي لا يعكس هوية مدينة عالمية مثل مراكش؟ وهو في الحقيقة صمم بهذه الطريقة لكي يعكس هوية المدينة. اليوم يطرح سؤال واحد: هل فعلا من الممكن أن يولد داخل هذا الإطار نفسه ملعب جديد بمواصفات مختلفة تماما قادر على التفوق على كثير من الملاعب الحديثة بل وينافسها؟ سنخوض اليوم في تفاصيل العملية الجراحية الهندسية التي سيخضع لها الملعب، وكواليس مشروع تطوير ملعب مراكش الكبير، رحلة إعادة تشكيله من ملعب مثير للجدل إلى أيقونة هندسية تليق بمدينة مراكش وتصل إلى الطموح الحقيقي الذي ينتظره الجمهور. ملعب مراكش حالياً لا يتوافق مع شروط الفيفا. المرحلة الأولى من أشغال التطوير ركزت في الأساس على أن يتوافق الملعب مع شروط الكاف لتنظيم كأس إفريقيا، والآن ستنطلق المرحلة الثانية من الأشغال التي ستمتد لسنتين. ملعب مراكش به عدة أخطاء هندسية قاتلة تجعل تجربة المشاهد بعيدة عن متطلبات الفيفا. عملية تطويره ستكون استثنائية ومختلفة تماماً عن باقي الملاعب الأخرى، حيث إن عملية التطوير ستتبع مساراً تقنياً دقيقاً لحل كل المشاكل. فأول مشاكل ملعب مراكش هي وجود مبنى بزوايا قائمة يفصل كل سطرين من المدرجات عن سطرين آخرين، أي إن المدرجات حالياً ليست متصلة بشكل دائري كامل، بل هي مقسمة ل4 أجزاء في كل جهة. هذا التقطيع يجعل المشجعين في الأركان يشعرون بأنهم خارج أجواء المباراة، كما أن زوايا الرؤية من المقاعد القريبة من الأبراج تكون منحرفة وغير مريحة للرقبة. المشكلة الثانية وجود مسافة كبيرة جدا بين المدرجات والمستطيل الأخضر. هنا لا يتعلق الأمر فقط بالمسافة العرضية لمضمار ألعاب القوى، بل المشكل وجود مساحة زائدة إلى جانب المضمار، فالمدرجات الموجودة خلف المرمى بعيدة بشكل كبير جدا عن خط التماس. في هذه المدرجات يجد المشجع نفسه على بعد يصل إلى 40 أو 50 مترا عن المرمى، وهذا يفقد المشجع القدرة على متابعة التفاصيل الدقيقة للكرة، وتصبح الرؤية مسطحة تفتقد لعمق الميدان. المشكل الآخر عدم قدرة المشجع على الرؤية بشكل مثالي. بما أن المدرجات صممت لترى المضمار والملعب معا، فإن زاوية الميل ريك في الطبقة السفلية نائمة، أي شديدة الانبساط. المشكلة إذا وقف شخص واحد في الصف الأول تنعدم الرؤية تماما للصفوف الثلاثة التي خلفه. في ملاعب كرة القدم الخالصة يجب أن تكون الزاوية أكثر حدة ستيبر لضمان رؤية واضحة للجميع. عملية التطوير المقبلة ستحل جميع هذه المشاكل. ستبدأ مرحلة التطوير المقبلة لملعب مراكش بهدم الجزء الأكبر من المدرجات. في المدرجات الشرقية والغربية سيتم هدم المدرج السفلي من المدرجين، وسيبقى فقط الجزء الأكبر من المدرج العلوي، إذ سيتم قص جزء من المدرج العلوي عند الزوايا في كلا الجهتين، مدرج الجهة الشرقية ومدرج الجهة الغربية. أما فيما يخص المدرجات المتواجدة خلف المرمى من كلتا الجهتين، فستخضع لعملية هدم كاملة لكلا الطابقين بسبب بعدها الكبير عن أرضية الملعب، كما سيتم هدم السقف في هذين الجزئين، وهذا ما يعني أن نصف الملعب تقريبا سيخضع لعملية الهدم. في المرحلة التالية سيتم الشروع في حفر أرضية الملعب لخفض مستوى الأرضية الحالية بمقدار يتراوح بين 4 إلى 6 أمتار. هذا العمق محسوب رياضياً ولم يختر بشكل عشوائي. الجزء الذي يشغل بال المهندسين هو أنه عندما تحفر بعمق 5 أمتار قد يمس ذلك بأساسات الملعب، خصوصاً عند الزوايا، حيث إن هناك خطراً من انزلاق التربة تحت الأساسات الحالية. سيتم تركيب جدران ساندة مؤقتة أو دائمة لمنع أي تحرك في تربة الأساسات الأصلية للملعب، كما يتم وضع مستشعرات دقيقة على أعمدة الملعب والأبراج ال4 لمراقبة أي حركة ولو بالمليمتر أثناء الحفر. في المدرجات الشرقية والغربية سيتم إعادة بناء الجزء السفلي بالكامل في 6 طوابق،
وسيتم بناء المدرج الجديد ليكون تكملة للمدرج العلوي، حيث سيبدأ على بعد أمتار قليلة من خط التماس ويمتد لأسفل الطابق العلوي. كما سيتم بناء الجزء الشمالي والجنوبي من الملعب الذي تم هدمه، حيث ستكون المدرجات قريبة من أرضية الملعب أكثر، مصممة بأفضل طريقة ممكنة. هذا المدرج سيكون مترابطاً من الجهة السفلية مع المدرجين في الجهة الشرقية والغربية، حيث سيتم تكوين مدرجات عند الزوايا تربط المدرجات مع بعضها. في عملية البناء عند الزوايا سيتم الاعتماد على أعمدة أساسية. هذه الأعمدة التي ستكون كعمود فقري للطوابق الداخلية الجديدة، وستكون أساسية لحمل امتداد السقف الجديد. خفض مستوى الأرض وإعادة البناء وتقدم المدرجات أكثر نحو الأمام سيخلق مساحة داخلية إضافية كبيرة. سيضمن ذلك إعادة تصميم داخل الملعب بأفضل الطرق التي ستجعل التجربة الداخلية استثنائية، بما في ذلك تصميم ممرات الجمهور بطرق ذكية تسهل الولوج والخروج. بالنسبة للأجزاء العلوية من المدرجات الأصلية ستخضع لعملية تصميم وإعادة بناء لتصبح شرفات ومناطق لكبار الشخصيات ومناطق VIP و VVIP. سيتم إعادة بناء الجزء الذي تم هدمه من السقف، أي سقف المدرجات خلف المرمى، ليرتبط مع سقف الجهة الشرقية والغربية. كما سيتم بناء مصاعد بأبراج من الطابق الأرضي مباشرة إلى المناطق التي سيتم تطويرها في الأعلى. سيتم الشروع كذلك في بناء امتداد السقف الجديد الذي سيمكن من تغطية المدرجات الجديدة بالكامل دون استثناء، إذ سيتقلص حجم فتحة السقف، وسيعتمد السقف على هيكل معدني إنشائي مترابط سيتم تغليفه بنفس تغليف الملعب الحالي للحفاظ على نفس الشكل مع استحضار الزخارف المعمارية. وبالتالي سيصبح سقف ملعب مراكش كسقف رياض مغربي قديم، وهذا هو سبب تصميم ملعب مراكش في الأصل بشكل مربع، حيث أريد منه أن يعكس ثقافة الرياض المغربي بأسوار قديمة مثل أسوار المدينة القديمة. أما محيط الملعب فسيخضع هو الآخر لعملية تطوير كاملة تتضمن إضافة مرافق رئيسية وثانوية ومساحات للجمهور، بالإضافة إلى التشجير. لقد عرضنا لكم اليوم تفاصيل مشروع تطوير ملعب مراكش الكبير لتحويله إلى ملعب ينافس الملاعب المستضيفة لكأس العالم. وإلى هنا لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وترك لنا تعليقك عن المشاريع التي تريدنا أن نوثقها قريباً.